مستمعي هذه FM الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم. أنا هوجين هادي، سأقدم لكم نشرة موجزة لأهم الأخبار. البداية نستهلها بأبرز العناوين. المجلس الوطني الكردي يدين إغلاق مكتبي يكيتي وجوليشينا في تل تمر من قبل الأسايش. بيترا بيكر تدعو المهاجرين السوريين للتعاون مع الشعب الألماني. داعش يعدم 4 من البيشمركة الأسرى لديه. إلى التفاصيل. أدانت الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي في سوريا اليوم إغلاق الأسايش التابعة للإدارة الذاتية كلا من مكتبي حزب يكيتي الكردي ومنظمة جوليشينا للمرأة في تل تمر. وجاء في البيان الذي أصدرته الأمانة أن هذا العمل هو استفزازي ويأتي للنيل من مواقف المجلس وأحزابه. وأضاف البيان بأن هذه الإجراءات تتنافى مع المبادئ الديمقراطية التي تدعيها الإدارة الذاتية. جدير بالذكر أن الأسايش التابعة للإدارة الذاتية كانت قد أغلقت في 29 و30 من الشهر الجاري كلا من مكتبي يكيتي الكردي وجمعية جوليشينا في تل تمر لعدم ترخيصهما. وجهت بيترا بيكر الموظفة السابقة في السفارة الألمانية بدمشق رسالة للاجئين السوريين في ألمانيا عبر حسابها على الفيسبوك، دعتهم إلى التعاون مع المجلس للتخلص من محنة اللجوء. وقالت بيكر أن الألمان يرحبون بالسوريين ويبذلون ما في وسعهم لمساعدة اللاجئين، إلا أن زيادة المسؤوليات أصابت المتطوعين الألمان بالتعب، مضيفة أن هناك عدد كبير من الموظفين عملوا بدوام إضافي منذ أشهر دون أي راحة. ودعت المواطنة الألمانية المتزوجة من سوري إلى إشراك اللاجئين في النشاطات وتقديم المساعدة حسب الإمكانات، إضافة إلى التحلي بالصبر أثناء التواجد في المراكز الحكومية للحصول على الأوراق الرسمية. وأضافت: أنتم قادمون من دولة لا تحترم حقوق الإنسان، مع نظام يدفع الإنسان للالتفاف على القانون وعلى دوائر الدولة حتى لحل أبسط أموره. ودعت إلى احترام القوانين الألمانية وعدم دفع الرشا لتسيير المعاملات. وأوضحت بيكر أنه يمكن لمن يعاني من صعوبة في فهم الإجراءات الحكومية والقوانين الاستعانة بالجهات المسؤولة أو المرشد الاجتماعي، مشيرة أن ألمانيا تفرض النظام بالمنطق وليس بالقوة. أعلن تنظيم الدولة الإسلامية داعش في أحدث مقطع فيديو نشره على الإنترنت عن إعدام 4 من مقاتلي البيشمركة الأسرى لديه. وظهر في التسجيل المصور الذي بثته حسابات تابعة للتنظيم 4 من مسلحي داعش، أحدهم كان يتحدث باللغة الكردية، وهم ينحرون 4 من مقاتلي البيشمركة الأسرى. وادعى التنظيم أن عملية الإعدام تمت في الحويجة، في المكان الذي نفذت فيه عملية الإنزال الجوي من قبل القوات الأمريكية الخاصة وقوات البيشمركة لتحرير 69 سجينا من قبضة التنظيم. يذكر أن تنظيم داعش نشر في 30/9/2015 مقطعا مصورا على الإنترنت يظهر فيه ذبح مجموعة من مقاتلي البيشمركة. قال ضابط ضمن فريق البحث والإنقاذ المصري في مكان تحطم الطائرة الروسية لرويترز إن أعضاء الفريق عثروا على أكثر من 100 جثة، بينهما جثث 5 أطفال وسط حطام الطائرة الروسية التي تحطمت في شبه جزيرة سيناء اليوم السبت. وقال الضابط طالبا عدم نشر اسمه: الطائرة انقسمت إلى جزئين، أحدهما صغير من نهاية الطائرة تعرض للاحتراق، والآخر كبير اصطدم بصخرة. وقد استخرجنا قرابة 100 جثة حتى الآن من الطائرة والباقون بالداخل. وأعلنت الحكومة المصرية عن تحطم طائرة الركاب الروسية من طراز إيرباص 321 فوق جزيرة سيناء
والعثور على حطام الطائرة المنكوبة والتي كانت تقل 217 راكبا بينهم 17 طفلا إضافة إلى طاقم الطائرة المكون من 7 أفراد. وأكدت مصادر مصرية رسمية إرسال لجنة تحقيق إلى موقع التحطم مؤكدة أن لا شيء يشير إلى إسقاط الطائرة. وفي المعلومات الواردة أن قائد الطائرة أبلغ برج المراقبة بوجود عطل فني. وأفادت مصادر بقطاع الطيران المدني المصري بسقوط الطائرة بعد إقلاعها بحوالي 23 دقيقة من إقلاعها من مطار شرم الشيخ الدولي، وأنها تحطمت على بعد 100 كيلومتر من العريش. أعلنت السلطات التركية عن إلقاء القبض على شخصين يشتبه بتخطيطهما لشن هجوم انتحاري في ولاية غازي عنتاب بكردستان تركيا. وقالت مصادر رسمية إنه تم إلقاء القبض على المشتبه بهما وهما يحملان الجنسية التركية بعد مطاردة في ولاية غازي عنتاب تخللها إلقاء المشتبه بهما قنبلة يدوية لم تنفجر على رجال الشرطة. وأضافت أن المشتبه بهما نقلا إلى مديرية أمن الولاية للتحقيق معهما، فيما عثر في السيارة التي كان يستقلانها على سترتين تستخدمان في التفجيرات الانتحارية وكميات من المتفجرات وعدد من القنابل اليدوية. من جانب آخر، أحالت قوات الأمن التركية 30 مشتبها بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية داعش من أصل 33 موقوفا إلى النيابة العامة في ولاية قونيا. وأوضحت المصادر أن فرق تابعة لمكافحة الإرهاب نفذت خلال الأيام الأربعة الماضية عمليات أمنية متزامنة ضد داعش داهمت خلالها عدة منازل في قونيا مسفرة عن توقيف 33 مشتبها. مستمعي هيفي اف ام الأعزاء، كانت هذه نشرة موجزة لأهم الأخبار. شكرا لاستماعكم وطابت أوقاتكم.